سود جبو آباکرنا جباکێک ئەخلاقی و پۆلیتیک و ژیانێک ئازاد و وەکەر لەسەر ئەساسێ ڕۆژاوایەکی ئازاد و سووریەکی دەموکراتیک و لەسەر ڕێزیکنامەیە پارتیە ئەمە کار و خەبات بکن و دبن هەموو ئازادیە ژن و جوواکێ و هەموو نرخێ شۆرەشێ ڕۆژاوا لەسەر خەتا شەهیدان ئەم بپارێزن لەسەر ڕوومەتە خۆیە مرۆڤاییە و خەونە شەهیدا هونێ شەهیدا سۆزدم لذلك تم التركيز على سبل الحل لتطوير مشاكل المرأة ضمن صفوف الحزب والمجتمع وترسيخ نظام الإدارة الذاتية وتنظيم نفسها من الأدنى إلى الأعلى وتطوير السياسة الديمقراطية ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية وخلق بناء الكادر الحزبي المؤهل لسهرية الأمة الديمقراطية وتفعيل دور الخلايا في الكومينات والتركيز على تطوير دور الحماية الجوهرية وتطوير الاقتصاد الكومينالي من خلال إقامة مشاريع اقتصادية كوبراتيفات للحد من الآفات المجتمعية والظاهرات التي نشرت، تطوير عمل المرأة الشابة لأنها الركيزة الأساسية في الثورة، وتطوير عمل مجلس المرأة من خلال تطبيق وتطوير مبدأ النقد الذاتي. والعمل للوصول إلى كافة النساء في الجغرافيا السورية وخاصة المناطق المحتلة، والتركيز على تطوير العمل خاصة في المناطق المحررة وتطبيق قانون الإسراء. وأيضا تم التأكيد على حماية العقد الاجتماعي وتطبيقه، وبصدد العلاقات تم التأكيد على ترسيخ وتوطيد الدبلوماسية المجتمعية بين المكونات على الصعيد الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات للوصول إلى أكبر شريحة من النساء على المستوى السوري والإقليمي والعالمي، ومن ثم قراءة آلية عمل مجلس المرأة على الحضور والتصديق عليه من قبل المعتمدات. وتم انتخاب مجلس جديد للمرأة مؤلف من 32 عضوا، وانتهت فعاليات المؤتمر بجملة من التوصيات والمقررات: 10 قائد آبو، 10 المرأة الحرة، لجنة صياغة توصيات ومقررات.